يا صباح الفل. طبعا نادي الزمالك امبارح في افراح وهنا وسرور علشان فازوا ظلم فساد اتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام تساعد نادي الزمالك بالفوز على النادي الاهلي. طيب ده اللي الفكرة ده كل ده بالنسبة لنا مش مشكلة. طب يا نادي الزمالك، اخر 5 مواجهات انتم ما فزتوش على الاقل من امتى؟ من 20 سنه على ما اظن. طيب او احسب لك انا الفوز. انت اخر مره ماخد بطوله من الاهلي على ايام فيريرا لما كان المدير البرتغالي ده اللي هو الصين الصغير والله نسيت اسمه. فزتوا علينا 2-1 وخدتوا الكاس. بعديها جه قبل موسيماني، تمام، فايز عليكم موسيماني 5-3. ماشي، قلتوا انتوا خلي بطوله وممكن بطوله افريقيا. تمام، جه خد منك 2-0 كريم فؤاد وبرونو صافيو وخدت على عينك في الامارات. تمام، جه قبلك في الدوري لسعك 3. تمام، جيت انسحبت من قدامه في بس السوبر علشان كهربا قال لك هيلعب وبتاع وخلعته عشان ما يتحطش عليكم. جه قبلك في الدوري لسعك 4-1. جه من قبلك في السعودية لسعك 2-0 امام عاشور وقفشه. والزيطة اللي عملها نادي الزمالك امبارح تبين لك ان الزمالك قد ايه قليل. اقسم بالله الفرحة اللي اتعملت امبارح تبين قد ايه ان نادي الزمالك ده نادي قليل. اقسم بالله نادي قليل على اللي اتعمل امبارح. وشيكابالا نزل من المدرجات يبين لك قد ايه نادي الزمالك قليل. ومفيش نادي اسمه زمالك اصلا. اقسم بالله ما في نادي اسمه زمالك، ما في نادي اسمه زمالك اصلا. ده خلاصة الكلام. مفيش نادي اسمه نادي الزمالك على اللي اتعمل امبارح. ما في نادي اسمه نادي الزمالك. ما فيه نادي اسمه نادي الزمالك، مفيش. تمام، كابتن زمان عايزين نعمل كاس اللي يفوز على الاهلي. نعمل كاس على اللي يفوز على النادي الاهلي. طبعا فوز الزمالك الفرحة الطاغية اللي عملوها ده يثبت لك ان نادي الزمالك مش موجود على الخريطة. اقسم بالله ما موجود على الخريطة. انا قد ايه بشوف ان الناس دي قليلة. والمراسل الاهطل بتاع نادي الزمالك بتاع قناة نادي الزمالك هو مراسل اهطل كده، جايب عبد الله بعد الماتش بيقول له يا كابتن عبد الله، ده عبد الله السعيد من قادة نادي الزمالك. يا ابن الهبلة، يعني فين في قادة نادي الزمالك؟ هو لعب له غير ماتشين يا تافه. لعب له غير ماتشين. ماتش تلاقي اتغلب فيه 2-0 والبطولة ضاعت منه ونصر ماهر ولد احمد حمدي ده اللي احنا كنا ما نخليه يكنس النادي.